عسلامة يا كوكيز. اليوم جيتكم بروسيت مستحيل كان فما دار في تونس تعملهاش في الشتاء، اللي هي خبزة البرتقال. وحاجة بنا على بنا اليوم حبيت نعملها لكم بالطريقة المكسيكية، اما فيها بنا غير عادية. كان تجربوها تو ما عادش تعملوا حتى روسيت اخرى غير هذه. شوفوا الخفة اللي فيها واللونها ياسر جاي مزيان على الاخر. ما باش نعمل لكم صوص نحطوها كاية من الفوق تزيدها بنا على بنا. اما قبل ما نبداو ما تنساوش تعملوا جيم وكومنتير وتعملوا ابوني للشين وتبارطاجيو الفيديو. اول حاجه باش نبداو بها هي باش نبشروا كاية البرتقال. معناه باش ناخذوا جوست البارتي اورانجي، ما ندخلوش فيك البارتي البيضة خاطر هذيك تعطي المراره وسط الخبزه. معناه ديما دي بريفيرونس وانتي تبشر ترد بالك باش تبشر جوست البارتي اورانجي. راهو اني بدي ما نحبوش كبشر البرتقال وسط الخبز وكل شيء، ما الحقيقه ما فماش حتى جو خايبه عطيها ولا شيء، بالعكس مبنن على الاخر ومقوي الجو نتاع البرتقال. لهنا كيما شفتوا بشرنا هكايا معناها مقدار مغرفه صغيره نتاع برتقال، وباش نحاول اني كيما شفتوا بعد ما قشرت البرتقال باش نحي منها كل الابيض هذاك لو ماكسيموم، خاطر هذاك هو اللي يعطي المراره. وباش نحط هكايا برتقال صحيح كيما هو، لا باش نعصره لا حتى شيء، كيما هو بالضبط. وباش نحطوا معاها الكونتيتي متاع البشر هذاك متاع البرتقال اللي بشرناها، مقدار كيما قلت مغرفه صغيره كايه متاع معني مغرفه صغيره كيما تشوفوا فيها كايه، معني بشرت تاني جوست الكعبتين اللي عملتهم بشرتهم، خليت شويه كايه باش نحطوها في الاخر وشويه حطيتها من الاول. لهنا كيما شفتوا حطيت كاس سكر، كاس غربع زيت وحطيت عظمتين. وباش نحط كيما تشوفوا كيل كله في معناه في الميكسور، مانيش باش نخلط حاجه بيدي ولا حتى شيء. مي بيان سور تنجموا تركضوه بالركاضه العاديه كان ما عندكش ميكسور كيما هذا. لهنا كيما شفتوا هذا الميلانج الكل حطيناه الكل كاي مع بعضه وباش نحطه يتركض. كي تعرف الروبو متاعك ضعيف معناها ما يرحيش بالباكي ويخلي كتلة كاي فيه، نجم تصفيه بعد ما معناها بعد ما تكمل تخلط، سينو راهو يجيك مرحي على الاخر ويعطي لون بالحق لون وياسر مزيان. لهنا خذينا زوز كيسان متاع فارينة فغربلتهم بالطريقة هذه بالطبيعة، وخذيت شوية خميرة متاع مرطبات بالطبيعة غربلتها زادة بنفس الفاصون. وباش نصبوا فوقها رشة ملح صغيرة، ومن بعد نصب الميلانج الكل ونخلط معناها الميلانج تاع الفارينة كاي الكل، ومن بعد نزيدوا الميلانج متاع اللي عملناه في الروبو، ونصب بالطبيعة كي بالبارتي معناها نصب بارتي ونخلطها كي الكل، ونعاود نصب مرة أخرى ونعاود نخلط. لهنا بالنسبة للتكستور راهي تكستور عادية، معناها مش كل عاقدة ياسر ومش جارية برشا. نبقاو كيما شفتوا كي نخلط بالباهي. كيما قلت كان نتوما تخافوا لا يبدا فيها كي كتل ولا نجم تصفيه قبل ما تحطه. لهنا كيما شفتوا باش ندهن القالب متاعي بزبدة والا زيت بالطريقة هذه، وباش نعمل فيه رشة فارينة بالطبيعة ندهن الجناب الكل كاي بالباهي ونعدي الفارينة على الجناب الكل، وننفض الفاضل معناه اللي بقى من الفارينة ونصب الميلانج متاعي. لهنا كيما شفتوها كاي الميلانج ماهوش جاري وماهوش عاقد، معناه باهي على الاخر معناه الميلانج. وصبيت كاية الكل وندخلوا الفور مسخن قبل على درجة حرارة 185 ونخليها بين 20 و 30 دقيقة حتى لين طيبة كي تهبط فيها بالكوردون تشوفها طابت ولا لا. لهنا كيما شفتوا تويكاش ندخلها الفور كيما قلت مسخن نتو ديجا قبل، اما شخت عليها على الاخر لونها ياسر مزيان كيما ريتو كي عطيتها نفضة كي قبل ما نحطها بالطبيعة ودخلتها الفور. تويكا باش نحضروا الصوص اللي باش نصبوها من الفوق، اللي هي خذيت سكر محور وحطيت فوقه شويه كي بشر متاع برتقال وصبيت فوقه جو متاع البرتقال. لهنا ما نجمش نعطيك كونتيتي خاطر عينك ميزانك، معناه انت تعرف شنو كيف اني الصوص متاعك سكو لازمها جو ولا لا، خاطر دي بريفيرونس ما تكونش جاريه برشا، خاطر كان جات جاريه راهي باش تذوب كي وتسيح مع الجاتو، وكان جات عاقده مش باش تهبط لك. لهنا كما شفتوا زدت كولوران اصفر والا اورانجي كما تحبوا نتوما. وباش نزيد بيان سور اختياري هذا، هو ما يعطيش حتى جو جمله جوست يعطي لون مزيان. لهنا ذا حركت خلطت الصوص متاعي وخليتها كي اكوتي حتى لين تحضر الخبزه متاعي ونحط فيها.
وفي نفس الوقت عصرت شويه بردقان باش نصبها وسط الجاتو. لهنا كيما ريتوها الجاتو كيف اني جات ياسر مزيانه، لونها مزيان على الاخر، بالحق في الديريكت لونها مزيان على الاخر. لهنا كيما شفتوا هكايا قعدت شيخ عليها يعني الحقيقه. عملت لها بالكوردون هكايا، معناها سي بون طابت امورها مريقله. تويكا باش نقبوها هكايا من الجهات الكل، وباش نسقاها معناها بالجو نتاع الاورانج. ديما نحنا في الجاتو نسقيو الجاتو بالحليب ولا باي حاجه، وبما اني هذه خبز برتقال دونك علاش لا ما نسقيوهاش بالجو نتاع البرتقال. لهنا كيما شفتوا هكا خليتها تعوم في في البرتقال نتاعها. بيان سور ما تخافوش هكاكا تو تشربوا الكل وذاك وتصبوها سخون، معناها ما تخليش حتى لين تبرد. ولهنا بعد ما بردت سي بون هكايا عملت نص ساعه هكايا بردت. حطيت قلبتها هكايا في البلا نتاعي وباش نصب فوقها الصوص. يا اخي جاتني شويه الحقيقه، واني ما عادش عندي جو نتاع برتقال دونك اكتفيت بالكونتيتي هذه. وباش نزيد فوقها هكايا رشه نتاع شوش ورد هكايا زينها يعطيها زينه هكايا مزيان على الاخر. وتنجموا كان معناها تزيدوها هكايا برج برتقال ولا تقصوا البرتقال هكايا معناها مدور هكا وتزيدوها من الفوق، حسيلوا لكم حريه الاختيار في الزينه بالطبيعه. لهنا رسالتنا كملت، ان شاء الله تكون عجبتكم يا ربي، وان شاء الله تجربوها. وكان جربتوها ما تنساوش تبعثولي على انستغرام cooking with سول وصفات من مطبخي، وتبعثوا لي ميساج تقولوا لي رايكم في الخبزه، وتكتبوا لي في لي كومنتير رايكم، وتعملوا ابوني للشين كان مازلتوا ما عملتوش ابوني. لهنا كيما شفتوا هكايا وقت اللي قصيتها راي طريه بالحق، طريه على الاخر. اذا مع كيس جو دورانج ولا مع قهوه العشيه ولا فطور صباح، بالحق حاجه ما يتخير عليها شيء، وسهله. وكما ريتوا مكونات بسيطه على الاخر، عظمتين وحكايه فارغه، معناها من باخذت برشا مكونات. سورتو تويكا الحليب مقطوع دونك دي بريفيرونس نستعملوا حاجات كيما هكايا ساهلين على الاخر، وفي ساعه تحضر وما تكلفش، ماهيش مكلفه جمله للصغيرات كيف فطور صباح. حاجه طريه وبنينه وما تخافش من الجو، راهي الجو بالحق بنينه على الاخر، ما فيهاش مراره لا حتى شيء. ان شاء الله تكون عجبتكم الريسيت، وان شاء الله تجربوها. وما تنساوش لي كومنتير، نستنى ديما كومنتيراتكم التحفونين برشا. واعملوا ابوني للشين كما قلت كان مازلتوا ما عملتوش، وتابعوا الريسيتات الاخرين اللي مهبطتهم. وكل يوم ان شاء الله مع الستة نهبط لكم ريسيت جديده بطريقه جديده، وان شاء الله يكونوا ريسيتاتي كل عاجبينكم. وبسلامه ان شاء الله في دبارة اخرى يا ربي، بسلامه.